النهاردة هنعمل مع بعض الهريسة الاسكندراني، احلى من احلى الحلواني، بطريقة بسيطة ومقادير مظبوطة وناجحة معاكم من اول مرة، وشاربة الشربات بتاعها ومتماسكة ومرملة وطرية، والطعم في منتهى الجمال، خطيرة. ولو تابعتي معايا الخطوات لاخر الفيديو هتطلع معاكي احلى هريسة اسكندراني، وهتطلع احلى من بتاعة الحلواني بكتير. ولو اول مرة بتشوفيني انا مطبخ يسرا، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. ويلا بينا نشوف الوصفه. اول حاجه هنا على البوتاجاز كده، والنار تبقى واطيه معاكي. هنضيف كوبايه الا ربع من السكر. وهنا بس انا سويت في الاول السكر، وبعد كده ابتديت ان انا اول ما هيبتدي يتكرمل معايا، ابتديت بقى ان انا اقلب كده بالمعلقه بالراحه لحد ما تكرمل كده زي ما انتم شايفينه. اهم حاجه النار تبقى واطيه. هنا بقى معايا كوبايه الا ربع من السمنه، سمنه بلدي على سمنه عاديه، خليط كده بين الاتنين. كوبايه الا ربع ضفتها كده على الكراميل، وهبتدي ان انا اقلبها لحد ما تدوب معايا كده زي ما انتم شايفين شكلها. وفي نفس الكوبايه بقى بتاعه السمنه انا حطيت فيها كوبايه من الحليب او اللبن هنا اهم حاجه الحليب دوت او اللبن هيبقى معاكي سخن جدا، يعني تغلي الكوبايه تبقى مغليه، وهضيفها عليهم. هي هتعمل معايا هنا تكتلات كده بسيطه. هبتدي كده ان انا هفكها بالراحه، واهم حاجه النار بتبقى واطيه زي ما احنا ما قلنا كده. اول بقى ما فكت معانا كده هبتدي ان انا احط رشه كده من الفانيليا، وهقلب. واول ما هيغلي يدي غلوه واحده بس كده مع بعض كل المكونات دي زي ما انت شايفه كده الشكل، هطفي عليه واسيبه بقى يبرد. هنا في طبق بقى هبتدي ان انا حطيت فيه نص كيلو من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه، وضفت عليها معلقتين كبار دقيق. هنا الدقيق هيمسك معايا الهريسه، ومعلقتين كبار من جوز الهند، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه من الملح. واقلب كل المواد الجافه دي كده مع بعض. بعد بقى ما قلبتها هجيب خليط الكراميل اللي عملناه بعد ما برد معايا بقى دافي. هبتدي بقى ان انا هضيفه كده عليها وهقلبهم لحد كده ما دقيق السميد كده يتشبع بالكراميل دوت كده زي ما انتوا شايفين كده اهوت. واهم حاجه ما تعجنيهاش، والتقليب بتاعك ما يبقاش كتير عشان ما تنشفش مننا. تمام. هنا بقى كده شكلها اهيت بعد كده ما كله اختلط مع بعضه. هنا بقى هجيب صينيه مقاس 30 ودهنها كده دهنه سمنه. وممكن الصينيه كمان تبقى مقاس 28 لو انت حابه، يعني حسب السمك اللي انت حباه. بس هنا كانت مقاس 30 حلوه قوي. ابتديت بقى ان انا احط كده الهريسه كده بتاعتنا فيها في الصينيه كده زي ما انتم شايفين الشكل، وهبتدي ان انا اسويها. هسويها بقى بايدي كده، وممكن برضو تبلي ايديكي كده عشان الوش بتاعها يطلع متساوي، وسويها بقى كده زي ما انت شايفاها. هبتدي بقى احط عليها كده من على الوش مكسرات، او ممكن تضيفي سوداني، وابتدي اضغط كده على المكسرات علشان لما نيجي نحط الشربات ما تقبش كده من فوق وتطلع. هحطها بقى في الفرن، طبعا بتبقي مسخناه من قبل كده على درجة حرارة 180 او 200 على الرف اللي في النص. واول كده ما هتاخد لون من الجناب هتروحي مطفيه من تحت ومشغله الشوايه. وهي كده بقى في اثناء ما هي كده الهريسه بتاعتنا في الفرن هنعمل لها الشربات. هنا الشربات كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من الميه. هفضل اقلب كده بقى في السكر كده مع الميه لحد ما هيدوب. وبعد كده هنزل بنص عصره ليمونه، وهقلبها اديها بس كده تقليبه، وهسيبه على النار لمده 5 دقايق. اول ما هيغلي معانا كده بعد 5 دقايق هبتدي كده ان انا هحط له رشه من الفانيليا واطفي عليه، وكده الشربات جاهز معانا. هنطلع بقى الهريسه بتاعتنا. الهريسه هتبقى سخنه والشربات سخن. وهبتدي كده زي ما انتم شايفين هسقيها بقى بالشربات الهريسه كده. ومن نجاح هنا هو الهريسه بتاعتنا ان هي تطلع معاكي ناجحه كده زي ما انت شايفه. الشربات ان هي بتشرب الشربات بسرعه. بصوا الشربات اول ما بحطه بيختفي معانا ازاي. هحط بقى كل كميه الشربات دي اللي انا عملتها. ومن نجاحها برضو ان الهريسه تبقى سخنه والشربات معاكي يبقى سخن، ده برضو من نجاح. بصوا بقى كده انا سقيتها وخلاص كل كميه الشربات وشربته خالص اهيت. لو انت حباها تبقى طريه معاكي تغطيها كده زي ما انت شفتي. وهسيبها بقى لحد ما هتبرد خالص، وهبتدي بقى ان انا كده هنقطعها كده مع بعض.
وكمان لما بتحطيها في التلاجة شوية كده وتسقع، خدي احلى طعم هريسة، بتبقى خطيرة برضو على حسب بقى ما بتحبوا. بصوا بقى متماسكة وحلوة ازاي، وطلعت كده الحتة كده الخرطة كده بحالها زي ما انتوا شايفينها اهي، ما فكتش مننا ولا اي حاجة زي ما انتوا شايفينها، واللون بتاعها في منتهى الجمال. دي الهريسة دي بتتعمل عندنا في اسكندرية في اشهر المحلات بيعملوها، بتبقى بنفس الشكل ده ونفس الطعم بتاعها زي ما انا والله عاملاها كده. ولو انتوا بقى تعرفوا كده المحلات بتاعتنا في اسكندرية اشهر المحلات ايه هي، بيكتبوا لي وقولوا لي في الكومنتات اسم المحلات ايه. بصوا بقى الجمال بتاعها حلوة قوي، جربيها بنفس الخطوات اللي قلت لكم عليها دي، هتطلع معاكم احلى من المحلات بكتير. ولو عجبكم النهارده الفيديو اكتبوا لي بقى في الكومنتات، ولازم تجربوها، واستنوني في فيديوهات كتيرة. مع السلامة.